تخيلوا انكم تقدروا تعملوا دفاية خرافية زي دي من علبة كورن فليكس صغيرة وشوية صلصال فوم. كنت محتارة نبدأ بأفكار رمضان ولا ديكورات شتوية، فسألتكم على المنتدى ولقيت أغلبكم قال نبدأ بالديكورات الشتوي، فدي أول فكرة شتوي عملتها. تعالوا نشوف عملناها ازاي. جبت علبة كورن فليكس صغيرة وقفلتها من فوق بلزق سولوتيب، أو ممكن أي علبة عندكم، مش شرط علبة كورن فليكس، أهم حاجة إن هي تكون علبة كده شبه العلبة اللي موجودة معايا. هجيب بقى كده اللزق التيب ده كده، وهبدأ إن أنا ألزق الجزء اللي مفتوح من فوق بالشكل ده. بعد ما قفلتها بالتيب كويس بالشكل ده، جبت بقى قلم فلوماستر كده لونه اسود، وجبت كده المسطره بتاعتي وبدات احدد على العلبه حوالي نص سنتي، وبدات احدد خط هنا وخط هنا بالشكل ده، ومن فوق كده هوصلهم كاني بعمل نص دايره كده بالشكل ده. هجيب القطر كده وابدا ان انا اشيل الجزء اللي احنا حددناه عشان نعمل فتحه الدفايه. بعد كده بقى جه دور صلصال الفوم، اختار كده اللون البني من صلصال الفوم، وهبدأ ان انا اعمل بيه زي الاحجار كده او شكل الطوب اللي بيكون موجود على الدفاية كأنه شكله حقيقي كده او طبيعي. شكلت كده واحدة قدامكم وعملت مجموعة كده علشان وقت الفيديو، وكمان عملت الاخشاب اللي هتتحط جوه الدفاية. هبدأ بقى ان انا ارص كده الاحجار او الطوب اللي انا عملته كده على العلبة بالشكل ده، ومن غير اي لزق خالص. الصلصال الفوم او الطوب اللي انا برصه ده بيلزق لوحده على العلبة. برص الطوب اللي انا عملته بالشكل ده الاول على فتحة الدفاية زي ما انتوا شايفين، وبعد كده ببدأ ان انا اكمله على بقية العلبة. بعد كده هجيب قلم فلوماستر اسود، والتجويف اللي من جوه ده لو انتوا بالقلم الفلوماستر. وبعد كده هنجيب بقى اي لون دهان عندنا، انا عندي الدهان الابيض اللؤلؤي ده، هبدأ ان انا ادهن بيه الدفاية بتاعتي. بجيب الفرشة كده وببدأ ان انا ادهن الطوب اللي انا عملته كده على الدفاية، وادهنه واحدة واحدة كده. طبعا تقدروا ان انتوا تلونوا الدفايه بتاعتكم باي لون انتوا تحبوه. انا دهنت كده الدفايه كلها باللون الابيض اللؤلؤي بالكامل، ويغير الشكل تماما. بعد كده سبتها تنشف، وعملت كمان من صلصال الفوم الديكور الداخلي للدفايه، شكل النار والخشب من الصلصال الفوم، وبدات ان انا اثبتهم جوه، وحطيت بيبي لايت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبقى شكلها دفايه حقيقيه وتحفه جدا. ترى وده كده بقى شكلها النهائي، شكلها طلع تحفه قوي. قولولي رايكم. ده كده شكلها وهي مقفوله، الخشب وهو مولع كده، وشكل النار من صلصال الفوم شكلهم كانهم طبيعيين جدا. وده شكلها كده لما هنورها كده من فوق بالبيبي لايت اللي انا حطيته، ثبته كده من ورا بالشمع. شكلها وهي بتنور كمان، والبيبي لايت كده عامل افكت كأن النار شغاله في الدفايه. شكله طلع تحفه مش كده؟ فكرتها سهله قوي، لازم تجربوها. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، تكونوا استفدتوا منه واستليتم. حابين نكمل افكار ديكورات شتوي اكتر ولا نبدأ في افكار رمضان؟ لو عجبتكم الفكرة بتاعت النهاردة اعملوا لايك واشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل افكار الجديدة، وما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في الكومنتات. اشوفكم على خير في فيديو جديد من عالم اسراء DIY. بحبكم جدا، سلام.